اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايبي من كل مكان شرفتوني ونورتوني. في فيديو النهارده اتمنى كده تنزلوا بسرعه تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو اول مره تتفرجوا عليا جديد. طبعا فيديو النهارده جميل جدا وبرعايه ماما بقى وكده، فهي اللي كانت عاملاه. طبعا الوقت اللي هو بتاع العصرية بتحب ان هي تنزل الخضرية وكده. الخضرية دي كان فيها حاجات كتيرة قوي، بس هما بقى بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هما يشيلوا منها علشان يزرعوا زرع جديد، فاهمين؟ هي حاليا فيها الشبت اللي انتوا شايفينه فهو كبر، فاحنا مستنيين اللي هو لما يكبر كمان وناخد منه التقاوي علشان نزرع منه شبت تاني، فاهمين؟ فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا الشبت هي عايزة تعمله تقاوي وكده، وكمان الخس فيه منه كبر قوي، فاحنا برضو مستنيين لما يكبر خالص علشان ناخد منه تقاوي ونزرعه من تاني. في هنا برضو اي بصل، وفي هنا تين وجوافة وليمون، اللهم صل على النبي، في جميع كل حاجة. طبعا بقى هما كان في جرجير وكان في فجل وكل حاجة من بس هما كانوا بيحاولوا بقى ان هما يخلصوا كده الزراعية وعشان يزرعوا زرع جديد. عايزة اقولكم ان انا هوريكم الجنب التاني. هما عاملينه يعني طينة وكده وزارعينه، بس الزرع اللي فيه لسه ما طلعش لان هما لسه زارعينه من قيمة يومين كده، فهو لسه ما طلعش. فزي ما انتوا شايفين كده ماما بتحب الخضروات دي جدا، وبتحب ان هي تنزل كده وتجيب، حتى لو احنا عندنا هي برضو بتحب ان هي تنزل وتجيب وكده. كان في الخضرية نعناع، فالنعناع كبر يا جماعة وبقى كبير خالص وكده، يعني قرب ان الجدول بتاعته تسيخ، فهي قامت راح جايباه وقامت قصاه. وزي ما انتوا شايفين بقى كده هوريكم في اخر الفيديو. وقامت منشفه النعناع بعد طبعا ما غسلته كده غسله حلوه، قامت منشفاه كده في الشمس وخليته يحمص خالص، وبعد كده فركته. وهقول لكم هي عملت في ايه في الاخر. كنا طبعا زارعين نعناع وكل حاجه احنا كنا زارعينها في الخضريه في شهر رمضان بالذات. كنا شهر رمضان كنا كل يوم ننزل كده، حتى لو احنا عندنا كنا نجيب برضو من الخضريه. طبعا بقى هنا كانت جابت خس زي ما انتوا شايفين. هو الخس اصلا قرب ان هو يكبر خالص، فهم مستنيين ان يكبر لحد ما ياخدوا منه التقاوي، يعني الشبت والبصل والحاجات يكبروا علشان ياخدوا منهم التقاوي. وفي شجرة جوافة هما لسه جايبينها جديد، فلسه ما طلعش حاجة وكده، بس طبعا بقى مع الشهور والايام هتكبر وهتطلع ان شاء الله، وهبقى اوريها لكم. اهم حاجه كده تنزلوا بسرعه تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى ماما كان في شويه نعناع كده اللي هو على الارض اللي هي بتجيبه فهي كانت سابتهم طبعا علشان لو الشاي او الحاجه من فاللي هو يكون صابح، انما التاني هي حمصته وفركته علشان تخزنه يعني وكده. طبعا هنا بعد ما خلاص جبنا اللي احنا عايزينه بقى النعناع اللي انا بقولكم عليه اللي هي منشفاه، قعدت يجي يومين 3 بعد ما غسلته بتحطه في الشمس كل يوم لحد ما نشف كده زي ما انتوا شايفين وبقى نعناع. كان عايزه اقول لكم ان كانت كميه كبيره قوي، معرفش هي صفصفت على كده ليه. بس علشان طبعا هي فركته كده فقل. فطبعا هنا بقى بتعبيه في الاكياس علشان تخزنه بقى وقت ما احنا هنعوز نطلع منه بقى على قد الاحتياج. وعايزه اقول لكم ان الجذور بتاعه النعناع بقى هي ما رمتهاش، يعني كمان الجذور بتاعه النعناع امي ما رمتهاش، قالت والله العظيم ما انا رمياهم ولازم ان احنا نستفاد بيهم. هتعملي بهم ايه؟ ده جذور يعني نعناع، وبعدين ما في نعناع كتير اهوت. قالت لا الجذور تبقى موجوده يعني عندنا وكده، نحطها في المطبخ تخلي ريحه المطبخ حلوه وكده يعني، فاهمين؟ فاللي هي بتستفاد منهم وكده. فكده زي ما انتوا شايفين بقى عبت شوية النعناع وحطيتهم في الكيسة، وهنحطهم بقى وعلى قد الاحتياج هنطلع منهم. طبعا الخس اللي احنا لسه جايبينه سوا، فهي هتنضفه كده قبل ما تدخله وهتغسله بقى وبس كده. ده كان فيديو النهارده يا جماعه، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا حطيتولي لايك يا حلوين واشتركتوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد بنزله وهنزله باذن الله. وعايزه اقول لكم ان هي بتسلم عليكم او تقول لكم وحشتوني قوي قوي قوي، بس هي يعني هي يعني ما بتحبش تسجل على الفيديوهات وكده، هي يا دوب اخرها ان هي تعمل الفيديو وكمان انا اللي بصورها، فربنا يبارك لي فيها يا رب ويطول في عمرها.
ويديها كده الصحة وكل حاجة حلوة. طبعا دوت الشبت يا جماعة، هي كانت جابت كده شوية شبت وبس كده. ده كان بقى فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا حطيتولي لايك، واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم.